الأفاضل، دعونا نبدأ وندخل مباشرة في الموضوع. ماذا حدث اليوم قاسي السعيد، وكيف تابعت إقصاء المنتخب الوطني وخسارته وخروجه من الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا أمام نيجيريا هدفين مقابل صفر؟ والله محمد، أنا اليوم صراحة يعني اليوم كسبنا منتخب. نعم، كسبنا منتخب حاول يلعب مع ضد المنتخب القوي اللي هو النيجيري. نعم. الملاحظة اللي نجم نقولها لك محمد، كون لعبنا أسبوع ضد نيجيريا أسبوع ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف. نعم. وعلاش ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف؟ الحكم دار واش يحب هذه المقابلة. يعني تصرف كأنه هو اللي يحكم في هذه المقابلة. الإنذارات بالجملة، خوف اللاعبين تاعنا إذا انتميدي من بداية انطلاقة المقابلة بداوا بالإنذارات. ولكن نقول لعبنا ضد منتخب قوي. نعم. ميدو، ما هي مسببات الخسارة اليوم؟ اولا باش نتحدثوا كرة قدم، منتخب النيجيري كان منتخب قوي، كان واقف مليح، فيزيك سوا فيزيكمون ولا تاكتيكمون سيتي سوبيريور. ومن بعد كاين امور تحدث في مباراة كرة قدم تغير مصيرها. لقطتين تقدر تقلب لك توت ان تورنو توت ان ماتش. بونس كو ما نقعدوش لاصقين على هذيك لاكسيون. ما اسمح لي خويا، لا كاف سي اون كاتاستروف. ils ont changé les arbitres la veille des matchs. les arbitres هذوما اللي بدلوهم جاو بور دي ميسيون بريسيز، جاءوا من اجل مهام خاصه. وهذا يا عيساسي اليوم جاء من اجل مهمه باينه من بدايه المباراه. اخطاء توسكي ماشي 50 تو سكي 60 40 يتسفل عليهم. هذه الحاجه الاولى. شفنا اللقطه اللي ضربت في اي جي في ركله جزاء واضحه. اما ايش ندير في المسببات؟ ما كانش الفار، ما كانش الفار. تعاود لك لقطه خطره واحده مي لاكسيون دو رامي بن سبعيني اللي جبدها ملالين، حبسنا 3 مينوت، تعاود تشافت من كاع لي زونغ. مي سيتي كلير، لو ميساج كلير ملي ابارتيغ دي 8 دي فينال. جو بونس كو هاد لاكوب عندها ديستيناسيون وين راهي رايحه. ايزوغي دو نو دير دال ديبار ما تلعبوش، كنا نلعبوا لا فينال البارح ونحبسوا هنا. ميو كو السينما اللي صرا اليوم، باسكو السينما سي دو سينما، سا سي با دو فوتبول. رانيش نحكي التحكيم لكن ماهوش 100%. احنا ما كناش في الماتش، ما درناش اونطام مليحه. قاسي سعيد قال شيء مهم جدا. سعود الى مردود المنتخب الوطني. انت ميدي لي جوار دال ديبار ومن بعد ولينا خلاص دخلنا في اللعب تاعنا. هل كان المنتخب النيجيري بحاجه لمساعده الحكم؟ منتخب نيجيريا منتخب قوي ومحترم. لو كان الحكم عادلا وخسرنا كنا يعني سنصفق للمنتخب النيجيري. هذا لا يعني بأن المنتخب النيجيري لا يستحق التأهل، يستحق التأهل والمرور، لكنه لا يحتاج لمساعدة الحكام. أولا نشكر اللاعبين المنتخب الوطني والمدرب على كل ما قدموه. هذه كرة القدم فيها ربح فيها خسارة. ولكن نبدأ من ركلة جزاء. نعم، في بداية المباراة كانت هناك ركلة جزاء لو صفرت سجلناها هدف لصفر راح تقلب كل شكل المباراة. ولكن بعد ركلة الجزاء محمد لم نقدم أي شيء. صفر تسديدة على المرمى طوال 90 دقيقة. نعم. صفر تسديدة داخل الإطار، حتى لا نبتعد كثيرا عما حدث داخل المباراة. حتى نحن لم نكن حاضرين، ارتكبنا بعض الأخطاء محمد. وفي كرة القدم بعض الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. هذه مباريات أمين تلعب على تفاصيل صغيرة. وانا ما نوافقش قاسي سعيد لما قال لك لو قعدنا اسبوع نلعبوا امام نيجيريا ما سجلوش. انا اشوف انه وقعنا في نفس الخطا الذي وقع فيه المنتخب التونسي. وانا كنت اتمنى قبل المباراه ان يبني الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه المباراة وتصوره على هذه المباراة حول مباراة تونس نيجيريا، لأنه المنتخب التونسي احترم كثيرا، بالغ في احترام المنتخب النيجيري. تلقى ثلاثية لما تجرأ وهاجم، سجل هدفين. لو أضاف الحكم 5 دقائق فقط كان المنتخب النيجيري يقدر يعدل النتيجة وتروح للأشواط الإضافية وربما ركلات الجزاء. بالغنا في احترام المنافس محمد. اليوم ما واجهناش البرازيل، صحيح واجهنا منتخبا رائع محترم قوي بكل المقاييس. نعم. منتخب كان يدخل في كل مرة من العمق، منتخب كان ينوع في مصادر الخطورة، يلعب لك على الجناحين، تارة يدخل بالتمريرات القصيرة بالوان تو من العمق. نعم. نوع عندنا الرأسيات، تسديدات، كل شيء كان حاضر في المباراة. ولكن في آخر المطاف قلت لك بدون أي كلام كثير نشكر اللاعبين. هذه كرة القدم. نعم. اليوم لحقنا الربع النهائي، ولكن أنا النتيجة اللي مستخلصها وما نغيرش رأيي فيها أننا في طور بناء منتخب قوي جدا للمستقبل. نعم. أودية كرة القدم فيها ربح وفيها خسارة. أشياء فيها الحلو وفيها المرارة.
في التأهل وفي الإقصاء. اليوم مثل ما قال بن شبير الحكم ظلمنا أوكي، لكن حتى نحن لم نقدم مباراة كبيرة من أجل المرور إلى نصف النهائي. بعيدا عن التحكيم الذي جاء في مباراة اليوم بمهمة خاصة وهي إقصاء المنتخب الوطني نعم. من الربع النهائي. نيجيريا يستحق الفوز نعم. نظرا لما قدمه طيلة أطوار اللقاء. المنتخب الجزائري انتهى بدنيا في مباراة الكونغو، نقولها بالفم المليان. نعم. نقولها بالفم المليان. وجب الآن البناء على هذه المباراة التي خسرناها في دور ربع النهائي، لأنه ما لازمش يخفى على الجمهور الرياضي أنه المنتخب الجزائري رجع إلى الواجهة بأربع مباريات نظرا لما جرى في النسختين الفارطتين. رجعنا إلى الواجهة القارية بشرط واحد، عندنا حدث أبرز استثنائي أكثر أهمية من دورة كأس إفريقيا اللي هو كأس العالم. نعم. هنا لا يجب أن الحكم نديروها شماعة ونتخباو موراها. الآن وجب البناء بأكثر شدة وأكثر دقة وأكثر أهمية، لأنه كأس العالم على الأبواب. نشكر المنتخب الجزائري على كل ما قدمه نعم. في هذه الدورة، ونقول له هارد لك ونهنئ، لأن نحن المنتخب الجزائري ونحن الجزائريين عندنا الروح الرياضية. نهنئ المنتخب النيجيري على فوزه. نعم. بن شيخ تابعنا المباراة سويا، كانت لديك الكثير من الانفعالات أثناء اللقاء. ما هي أسباب الخسارة؟ 1 2 3 4. الأسباب الخسارة نبداو بالليكيب تاعنا قبل. نعم. ليكيب تاعنا ليكيب رون ترونت، انا ما كل صراحه ما عجبتنيش. كل صراحه ليكيب رون ترونت غير تا كي تلعب افيك ان ميليو تيران زروقي شايبي بلوز موا بوداوي. هنايا درت ان ميليو تيران اللي ما ينجموش يتفاهموا في ثلاثه. وحنا ليميسيون اللي فاتت تكلمت وقلت عندهم ميليو تيران قوي، لازم نحوسوا كيفاش ما نخليهمش يلعبوا. كلاونا في الميليو تيران، كلاونا. من بعد هذيك يخرج هاد يخرج زروقي ويخرج ما خرج مازا اللي كان ميور. لو سول اللي كان يلعب وكان مليح، ولو كان قعد مازا في هذيك اللي ديرني مومون ممكن يسجل، لان كنا نكريو كي دخل بولبينا ودخل حاج موسى ودخل بونجاح وكذا، فالي ليسي مازا. هنايا انا رايي المدرب هنا غلط. ليكيب رون ترونت يا دي جوار اللي راهم تحب ولا تكره محكورين فيها، ديما مشي يلعبوا يدخلوا توجور رومبلاسون يا انسي دو سويت سي كوم سا. هذه وحده. طريقه لعب ما نثبتلناش كاع يديك. عطى انستركسيون لي زارير لاتيرو ما يطلعوش طلع خطره عيط نوري ولا زوج، وطلع خطره سيتي ان كونتر كان محرز وحده ملهيه. بن شيخ استسمحك لأن المخرج يشير لي بأن آذان العشاء قد حان وقته. مشاهدي الأفاضل نستمع لصوت الأذان يرفع